أعلنت انفيديا عن أهم معالج في سنة 2026 للحاسب الشخصي باسم انفيديا RTX Spark. المعالج حظى بضجة إعلامية كبيرة، وناس كتير شايفة إنه أخيراً جه معالج يستلم راية الويندوز من انتل ويجري بيها للمستقبل، تقدر فيه بكمبيوتر واحد تشغل كل مكتبة ألعابك وكل أدوات الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب محلياً على جهازك، مع الحفاظ على سرية بياناتك وبدون الاتصال بشبكة الإنترنت. يا ترى هل فعلاً هذا المعالج ثورة ولا خدعة؟ وهل اتحاد انفيديا وميديا تك في المعالج وشراكة مايكروسوفت في نظام التشغيل هتصنع الجيل القادم من الحاسب الشخصي؟ وهل كمبيوتر زي ده هيقضي أخيراً على المنافسة مع أبل بالضربة القاضية ولا في مشاكل هتقابله؟ في الحلقة دي هندرس الموضوع بتعمق ونحاول نلاقي إجابات على كل الأسئلة دي. ال RTX Spark هو آخر ما تطور إليه علم رقائق السيليكون، واللي انفيديا أطلقت عليه خبرة 33 سنة على شريحة واحدة. البروسيسور مزود بجي بي يو في 6144 نواة كودا، وهي عبارة عن نواة حسابية مصغرة، كل نواة مخصصة إنها تعمل عمليات حسابية بسيطة، بس عددهم على التوازي بيكون كبير جدا، وده مهم في الذكاء الاصطناعي. أداء الجي بي يو بيوصل لواحد بيتا، أو يعني اللي هو 10 أس 15 عملية حسابية عشرية في الثانية، أو بالإنجليزي هتلاقيها مكتوبة 1 بيتا فلوبس من نوع ال FP4. ودي ليها ميزة، بس كمان ليها عيب خطير جدا هنقوله في آخر الفيديو. ولو في مصطلحات جديدة عليك أو عايز ترجع تفهم الحتة دي بالتفصيل، احنا قلنا الكلام ده كله في فيديو قبل كده عن الانفيديا دي جي اكس سبارك، ممكن ترجع تشوف، هتلاقوها إلى حد ما مشروحة بالتفصيل. السي بي يو في المعالج دوت من نوع جريس سي بي يو المبني على معمارية ARM، واللي نفذته شركة ميديا تك التايوانية المتخصصة في معالجات ال SoC للموبايلات. كمان البروسيسور بيجي عليه 128 جيجا DDR5 يونيفايد ميموري، او اللي هي الذاكرة الموحدة. الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل هو ويندوز ARM، وهيدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بشكل اصيل باستخدام انفيديا اوبن شيل للسيطرة على الايجنتس والحفاظ على امان الجهاز. الاوبن شيل دي زي كده فجوة جوه الكمبيوتر بيعيش فيها الايجنتس بعيد عن ملفاتك، حرصا على ان الايجنت يخرف ويأذي الفايلات بتاعتك على الكمبيوتر، فبيشتغل في كده زي غلاف، او اللي هم بيسموه بالانجلش الساند بوكس. اتحاد الهاردوير من انفيديا والسوفت وير والكمبيوتر من مايكروسوفت لتنفيذ الماكس كيو لابتوب بشاشة اوليد تدعم الجي سينك بسمك 14 مللي وبطارية تعيش اليوم كله زي الماك بوك. هيكون اللابتوب الخارق ومستقبل الحاسب الشخصي للاي اي، ويقدر يعمل ريندر لمشهد 3D بسعة 90 جيجا، ويمنتج فيديوهات 12K، ويشغل ألعاب على 100 فريم في الثانية بدقة 1440p طبيعية أو نيتف، ويقدر يعدي الفريم ريت ده بكتير لو استخدم الأب سكيلرز، يعني أجمد من ال PS5 Pro بكتير. وكمان بيدعم الري تريسنج والدي ال اس اس. وطبعا انا ماشي براحتي وبسرعه في المصطلحات، بس كل الكلام ده غطيناه في فيديوهات قبل كده. الدي ال اس اس اتكلمنا عنه في المناظره ما بين الارم والانتل الجزء الثاني، فيديو طويل كان مدته ساعه. والجي سينك اتكلمنا عنه في حلقه قصيره اللي هي بتاعه الفي ار ار في الشاشات. المهم يا سيدي ان كل التكنولوجيات دي اوريدي كانت تكنولوجيز انفيديا عملتها كلها قبل كده، ولكن الجديد هي انها خدتهم كلهم ضربتهم مع بعض في الخلاط، وضاف معاهم نظام ويندوز بدعم أصيل للذكاء الاصطناعي، وكل الحاجات دي كلها مع بعض مدعومة كلها بشريحة واحدة، الانفيديا RTX Spark. انفيديا كمان لم تكتفي بمجرد عرض الهاردوير والسوفت وير سبيكس بتاعه المعالج للي شاف البرزنتيشن يعني، وانما التزمت ووعدت والزمت نفسها بما وصفته هي على حد قولها بالكمبيوتر الشخصي الجديد. وانا حاولت الخص لكم الوعود الانفيديا قالتها، فهنقولهم كده في نقط سريعه. اول حاجه، انفيديا صرحت بان الجيمرز في القلب، وان هي عمرها ما هتنسى الجيمرز. الشركه كمان اكدت ان الشريحه تقدر تشغل كل ما وصلت اليه وانتجته الشركتين انفيديا ومايكروسوفت في كل السنين اللي فاتت. قالوا بمعنى الكلمة ان مفيش برنامج مش هينفع يشتغل نتيجة ضعف الكمبيوتنج باور على الشريحة دي. كمان وعدت بان الكمبيوتر يقدر يحتفظ ويشغل موديلات ذكاء اصطناعي محليا بالظبط زي اللي على الكلاود، وممكن يعمل حاجات مذهلة. وانا هنا هضيف ان يعني مش للدرجة دي، اخره هيكون الموديلات المتوسطة الحجم على الاقل في المستقبل القريب، ودي طبعا حاجة حلوة. المثال بقى اللي هم ضربوه في البرزنتيشن عشان يوري لك شكل الكمبيوتر الجديد هو ان في مصمم او ديزاينر مجرد ادى الكمبيوتر سكتش لبيت وكمان موقع البناء،
وشرح له بريف انه يعمل له الديزاين اللي في السكتش. الكمبيوتر خد الفكره اللي المصمم رسمها وقرر ينفذها. الاي اي ايجنت هنا كان هيرمس هارنس، واللي كانوا مشغلينه جوه التيرمينال بصلاحيات محدوده زي ما قلنا علشان ما يسيطرش على الجهاز، وكمان كان متصل ب LLM اكبر منه على الكلاود، وكان هنا كلود سونيت. بعد ما تدي البرومبت للايجنت، او زي ما بنقول هنا في مصر البرومت للايجنت، مصحوب طبعا بشويه تفاصيل والمود بورد بتاع المشروع، بياخد منك هو كل التفاصيل دي وبيبتدي على طول يشتغل على المشروع باستخدام البرامج اللي انت مسطبها عندك على الجهاز. وفعلا بدأ يصمم لنا المبنى في برنامج راينو، وبيقترح عليك اختيارات، وانت ممكن في اي خطوه تتدخل وتعمل تعديلات وتقول له ان انا عملت التعديلات دي، وهو يكمل عليها. المبنى خلص واتحطت الحوائط والشبابيك واتعمل كده اللاي اوت، وتصدر اوتوماتيك لبلندر لاعمال بقى ال 3 دي والكادرات والماتيريالز والاضاءات المختلفه. والحته دي عملها المستخدم بنفسه مش الاي اي ايجنت. ودي كانت حاجه حلوه الصراحه في البرزنتيشن، ان انفيديا كانت حريصه توضح ايه اللي الاي اي عمله وايه اللي المستخدم عمله عشان يديك يوز كيس سيناريو حقيقي. وبعد كده اليوزر صدر مشاهد بريندر تعبان كريفرنس بس، وعن طريق الجنريتيف اي اي باستخدام كونفيو اي قدر يطلع من الريفرنسز دي ريندرنج واقعي، ويهرب من الحوار المعقد بتاع الرياليستيك ريندرنج واللعب في السيتنجز في البرامج ال 3 دي. وبكده الديزاين خلص وادانا نظره عن الورك فلو بتاع جوب بتاع الديزاين هيكون ازاي في المستقبل. حلو، بس الصراحه صادم ومخيف بصراحه. يعني بكماله الوعود بقى اللي انفيديا كانت قاعده بتقطعها على نفسها، وعدوا بان ديفلوبرز وشركات سوفت وير كتيره قوي لسه هتنزل ادوات زي دي، وهتحاول كمان تستغل سرعه الجهاز. شركه ادوبي مثلا وعدت ان برنامج الفوتوشوب والادوبي بريمير هيوصلوا على الار تي اكس سبارك لضعف السرعه بتاعتهم على اجهزه ويندوز حاليا، وده كلام معلن مش اي كلام. طبعا ده على سبيل المثال مش على سبيل الحصر. الكمبيوتر بتاع مايكروسوفت بقى اللي هينزل هيكون اسمه سيرفس لابتوب الترا، وكل شركاء انفيديا ومايكروسوفت كمان منزلين زي لينوفو اتش بي وديل واسوس. مايكروسوفت كمان هتعمل زي ابل بانها هتستخدم نفس الاركيتكتشر دوت في الديسكتوبس الكبيره بتاعتها والورك ستيشنز. وهيجوا طبعا في السكه بقيه الشركات الثانيه منزلين او هينزلوا حاجات شكلها حلو جدا وحجمها اصغر من الماك ميني، وغالبا كمان البرفورمانس والسعر هيبقى احلى ان شاء الله. هتكون اجهزه قيمه لو باور وتقدر تشتغل 24/7. بالنسبه بقى للورك ستيشنز الكبيره قوي، انفيديا عامله ورك ستيشن او يعني كيسه بقى كبيره جواها كمبيوتر عليه الميموري بتوصل ل 768 جيجا بحجم الكيس بتاع الكمبيوتر اليومين دول، وسموها الدي جي اكس ورك ستيشن. وده بقى بيقول لك ده بقى ايه، هيعمل اي حاجه. في الحقيقه بنصحكم انكم انتوا تروحوا تشوفوا العرض كاملا. العرض كان مميز الصراحه، وبدا في مدح مستحق الاول لشركه مايكروسوفت، وانتهت التقديمه العظيمه دي بان انفيديا ومايكروسوفت مجتمعين سيعيدوا اختراع العجلة. أنا قصدي هنا سيعيدوا اختراع الكمبيوتر الشخصي. واجهة الكمبيوتر الشخصي الجديد مش هتكون مجرد نوافذ وأوامر وشوية قوائم وانت وظيفتك انك تشوف بقى البرنامج اللي انت عايز تشغله، عايز تفتح الإيميل، عايز تفتح المتصفح، ولا عايز تفتح برنامج الصور، ولا هتشتغل فيديوهات أو برمجة. كل ده على حد وصفهم بقى كلام قديم جدا. الجديد بقى ان الواجهة الرئيسية هتكون عميل ذكاء اصطناعي بيعاونك تخلص شغلك، وبيقدر ياخد قرارات يفتح برنامج ايه ويعمل عليه ايه حسب ما انت تفهمه، وبيكون ورا العميل ده ادوات ومهارات بتساعده ياخد القرارات دي وينفذها. الادوات دي هي نماذج ذكاء اصطناعي او LLM قادرة انها تشتغل على الجهاز دوت محليا بدون اي استخدام لشبكة الانترنت. وتحتيهم بقى بيجي نظام التشغيل او اللي هو بقى الايه الويندوز، واللي بينفذ الاوامر دي عن طريق ان هو يتحكم في هاردوير الكمبيوتر، وباستخدام الهاردوير بيكون مسؤول عن تنفيذ العمليات والقرارات اللي هياخدها عميل الذكاء الاصطناعي اللي هيساعدك. الكمبيوتر الجديد بدل ما انت هتعمل عليه مهام من خلال اوامر، هيتحول لانه هو اللي يعمل لك المهام كاملة، وانت اللي هتوصفها له وهتديره وتراجع عليه. والوكيل او الموظف اللي شغال عندك مش هيكون شغال على سيرفر ولا حتى على كلاود بتدفع له مرتب او اللي هو هنا يعني الاشتراك، لا، هيكون شغال عندك محليا، وهو ده الكمبيوتر الجديد.
انا قعدت اعيد وازيد كتير في الحته دي عشان الناس تبقى فاهماها، لكن التلخيص الكمبيوتر الجديد هيبقى متقسم 3 طبقات. طبقه فوق خالص ودي هتبقى الاي اي ايجنت او اللي هو الموظف بتاعك، وطبقه تحت واللي هو نظام التشغيل الطبيعي او التقليدي اللي بيتعامل مع الهاردوير بتاع الجهاز بتاعك وبيدير موارده، وكمان مسؤول عن ان هو يظبط الانبوت والاوتبوت مع المستخدم. وطبقه بقى اللي هي في النص ودي طبقه ال LLM او موديلات الذكاء الاصطناعي اللي زي جيميناي وتشات جي بي تي. وعلى حد تعبير انفيديا الطبقه اللي في النص دي هتحل محل اللي كنا بنسميه زمان الاي بي اي. والاي بي اي دوت زمان كان عباره عن وسيط ما بين البرامج المختلفه. يعني عندك مثلا زمان كان اشهر اي بي اي كلنا بنسمع عنه في الويندوز هو الدايركت اكس، والدايركت اكس دوت كان بيشتغل ككوبري علشان يوصل الالعاب وبرامج المالتي ميديا مباشره بكارت الجرافيكس او كارت الصوت. اهو حديثا بقى بدل ما تكلم الاي بي ايز دي باكواد برمجيه علشان من خلالها برنامج معين يشتغل، هتبقى بتكلم الاي اي ايجنتس بلغه البني ادمين الطبيعيه. وبدل ما هتكون عشان تنفذ برامج هتكون علشان تنفذ مهام كامله. خلاص الدنيا رايحه ان محدش هيقعد يكتب كود تاني. التحدث بعد كده للكمبيوتر هيكون بلغه الانسان الطبيعيه. وبرده ما عادش حد هيعمل تاسك باي تاسك او ينفذ عمليات من خلال عده اوامر. شغلك على الكمبيوتر دلوقتي هيتطور انك انت هتكون بتكلفه كموظف يعمل لك مهام كامله، وانت بدل ما هتكون الموظف هتكون المدير. ماشي يا مدير. انفيديا اختتمت العرض بانها قالت ان في 2030 الكمبيوتر الجديد مش هيكون هو الكمبيوتر زي ما انت بتفكر فيه دلوقتي. نفس فكره ان التليفون بالنسبه لك دلوقتي مش هو التليفون اللي كان في دماغ الناس من 20-30 سنه. 100% of the world's PC industry has joined us to reinvent the PC. A new line, a new beginning. Thank you. من ساعة ما المعالجات الجديدة دي طلعت والناس مقسومة نصين، نص متشبث لسه بالستايل القديم بتاع الانتل والاكس 86، ونص متحمس اكتر لستايل المعالجات الجديدة اللي زي اللي في الابل سيليكون واللي زي في اي بروسيسور ارم. وانا الصراحة كنت من الفريق التاني المؤيد للمعالجات الجديدة دي، والحمد لله ياما اتشتمت بسببها. والحقيقة ان انا متفهم جدا ليه، بس حاليا انا شايف ان واحده واحده الناس بدات شويه تاخد بالها احنا ليه كنا بنقول كده. الواقع حاليا ان بسبب ابل سيليكون ابل اصبحت واحده من اهم انظمه الحاسب الشخصي، ومهما اختلفنا على اداء معالجاتها هي حفرت بالكمبيوترات بتاعتها تجربه متفرده من سهوله الاستخدام وجوده التجربه وسرعه الاداء وطول وقت البطاريه بطريقه جذبت العملاء. بس زي ما جذبت العملاء جذبت كمان المنافسين. والحقيقه ان مايكروسوفت وكمان كذا شركه تانية حاولوا كذا مرة زعزعت مكانة شركة أبل من على عرش جهاز الكمبيوتر المستخدم شريحة موبايل واخدة منشطات، بس للأسف كلهم فشلوا. بل بالعكس، أبل لما نزلت لهم جهاز ضعيف جدا جدا موجه للمستخدم المكتبي والطلبة والمسمى بالماك بوك نيو، الجهاز طار من على الأرفف. العالم كله اتفاجئ بحجم المبيعات حتى أبل نفسها. والحتة دي أثبتت أن تجربة أبل بمعالجها الخاص على نظام أرم ليه سوق لناس ما كانتش قادرة تشتري الماك بوك اير، مش علشان كانوا بيحبوا الويندوز. ومن هنا تبدأ المنافسة. نتيجة حجم أبل الكبير وأقدميتها مفيش حد في رأيي يقدر ينافس أبل غير حد من الثلاثة الكبار، انتل واي ام دي وانفيديا. السناب دراجون من كوالكوم الحقيقة ما كانش في الفترة اللي خد فيها فرصة، ما كانش قد المنافسة في الحاسب الشخصي يعني، وساب انطباع عند معظم مستخدمين ويندوز ان هم اصبح عندهم اصرار وعزيمة ان هم يفضلوا ثابتين على الانتل الاكس 86 ديزاين وعلى اللوجو بتاع انتل انسايد. فسيبك من كوالكوم وخلونا نتكلم على الثلاثه الكبار. اول حد معانا هي انتل، وللاسف كاهلها مثقل جدا جدا بدعم معماريه الاكس 86 على السيرفرات الكبيره اللي كانت متباعه من قبل كده ومحتاجه فيوتشر سبورت، وبالتالي كان صعب عليها جدا تركز طاقتها الانتاجيه بنسبه 100% للارم. بالرغم ان انتل بالذات عندها القدره
والكفاءة. AMD بقى مشيت في سكة تانية خالص، وهي انها تصنع معالجات x86 سريعة جدا وموفرة نسبيا للطاقة، وكمان بتعمل SoC او سيستم كامل على شريحة واحدة لأجهزة الألعاب زي بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس، والحقيقة ناجح مع الجيمرز ومحبين هذا النظام. فاضل كده في الثلاثة شركة انفيديا، شركة كبيرة ومعروفة وعندها الكفاءة الإنتاجية والتقنية، وكمان معروفة بإسهاماتها في عالم ال AI والفيديو جيمز. فيا ترى أكبر شركة في العالم وسمعة زي البرلنت في عالم المعالجات هتقدر تتفوق في معالج الحاسب الشخصي على المعالج بتاع أبل ولا لا؟ خلينا نسميها صراع الحاسب الشخصي بين مارد المعالجات ومارد الموبايلات. كده المنطق أثبت إن انفيديا هي الشركة الأقدر على خلق معالج جيل جديد لمستخدمين الويندوز. محتاجين بقى نجاوب على السؤال، يا ترى الحاسب الشخصي الجديد نازل ينافس مين؟ أبل زي ما كلكم عارفين هي أول شركة نجحت في الانتقال تماما من معالجات الكمبيوتر التقليدية لمعالجات بسيطة سريعة على نظام الآر، واللي احنا نقدر نسميه معالج تليفون واخد ستيرويدز. مايكروسوفت وانتل بقى اتحشروا في النقلة دي نتيجة عوامل كتير اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده، ممكن ترجعوا تتفرجوا عليها لو كنتوا لسه ما شفتهاش. الانفيديا RTX سبارك في الحقيقة نقدر نقول ان هو معالج ARM او معالج موبايل متوحش، يعني للجيكس اللي زي حالاتي مش هنقول بقى زي ابل معالج ARM واخد ستيرويدز، لا احنا هنقول معالج ARM واخد كومباوند في، وبالتالي كهاردوير يقدر ينجح لو اتعمل له نظام يكون كده نظام متكامل او ايكو سيستم فيه السوفت وير بيكمل الهاردوير بالظبط زي تجربة أبل. ودي حاجة مش سهلة لأنها مش في إيد انفيديا لوحدها. ال RTX سبارك يقدر ينهي المنافسة مع أبل بالضربة القاضية، مش علشان هو أشطر في ال AI، لأن هاردوير ال AI وال 128 جيجا ذاكرة موحدة موجودة في الماك بوك برو من زمان، ويمكن انفيديا أفضل سيكا بسبب دعم ال AI بسوفت وير واللي بيسموه انفيديا سوفت وير ستاك، لكن مش هو ده الميزة عن هاردوير أبل. الميزة الحقيقية اللي في المعالج بتاع انفيديا في رأيي هو إن هو قادر يشغل فيديو جيمز كويس، لأن أصلا جزء كبير جدا من بيع البي سي إن هو بيتباع على إنه جهاز تعليمي وترفيهي، وأكيد الجيمز جزء كبير جدا من معادلة جزئية الترفيه دي. في تقديري الشخصي أو على الأقل في البداية انفيديا هتنافس أو هتنقل مستخدمين ويندوز انتل بشكل مباشر، وبالفعل لو نجحت ان هي تنقل جزء لا بأس به من مستخدمين الويندوز القديم الى الويندوز ARM، ساعتها بس ممكن تبتدي تشد كلاينتس من ابل نتيجة شطارتها في الجيمز، لان الجيمز هي في الاول والاخر سترونج سيلينج بوينت بالنسبة للبي سي مش ال AI development، خاصة بالنسبة لمستخدمين الأبل، لأن أجهزة الأبل كويسة في موضوع ال AI برضو. طبعا مش هنقعد نلت ونعجن كتير، لأن مستخدمين أبل في الآخر خالص هم نسبة ضئيلة جدا من مستخدمين الحواسب الشخصية، وبالتالي انتل لو نجحت بس تنقل في الطلعة الأولى 25% من مستخدمين الويندوز وانتل وتوديهم على ويندوز ARM، هم كده خلاص نجحوا. يعتبر معالج ال RTX سبارك أهم معالج ظهر للنور في الفترة الأخيرة بلا منازع، والمفروض إنه نازل لإحداث طفرة كبيرة في الكمبيوتر الشخصي من وجهة نظر الشركتين انفيديا ومايكروسوفت، وكمان طفرة سوقية للشركتين. من وجهة نظر انفيديا هي هيمنة في عالم الارتفيشال انتليجنس، زي ما هي كانت الشركه الاولى الموجوده بالهاردوير بتاعها جوه الشركات اللي عملت الاي اي، وفكره انها سبقت من الاول خلى صعب ان شركات تانية تلحقها وتنافسها. دخولها برضو في البروسيسور الكامل للكمبيوتر ده برضو هيخليها اول شركه تكون موجوده للمستهلك العادي بقى، مش شركه بس برضو عايز يطور ويكسبيرينس مع الاي اي. وزي ما قلنا في البودكاست مع دكتور هيثم ان السنين دي سنين تطور الاي اي، السنين الجاية هتكون سنين تصغير حجم الاي اي، واني ازاي اخلي موديلز الى حد ما كبيرة تشتغل على جهاز صغير زي كمبيوتر او لابتوب او حتى موبايل. كمان انفيديا طول عمرها بتنافس AMD في كروت الشاشة للمستهلك، ولكن عمرها ما كانت بتنافس بالنسبة للمستهلك على المعالج. والAMD رايزن ما شاء الله عامل شغل عالي مع المستهلك وخصوصا الجيمرز. ففكرة انك انت بتقتحم سوق جديد انت مش اصلا موجود فيه هي فكرة حلوة وهتفتح للشركة أسواق جديدة. ده كده بالنسبة لإنفيديا. بالنسبة بقى لمايكروسوفت
التحدي بالنسبه لها في ان هي اخيرا تجد ضالتها في انها تنقل مستخدمين ويندوز انتل او ويندوز اكس 86 اخيرا الى ويندوز ارم، لان ده التحول اللي هيديها فرصه حقيقيه لمنافسه ابل في عالم الكمبيوتر الشخصي. واظن كده شفنا الشكل والاستيتكس بتاعه السيرفس لابتوب الترا الجديد اللي اعلنوا عنه قد ايه هو شبه الماك بوك برو. لعشاق التاريخ بقى، بالنسبه لمايكروسوفت دي هتعتبر المحاوله الثالثه للانتقال للارم. اول محاوله كانت بالسيرفس برو اكس مع بروسيسور مايكروسوفت اس كيو 1 بنظام ارم بالتحالف مع كوالكوم وفشل، فحاولوا مرة تانية ونزلوا جيل جديد من الحاسبات اسمه الكوبايلوت بلس ببروسيسور سناب دراجون اكس إليت من كوالكوم بقى بالكامل، وكان قريب جدا انه ينجح، ولكن لم يحقق المبيعات المنتظرة نتيجة المنافسة مع ابل، ولكن كمان نظرا لمنافسة الويندوز نفسه. النظام القديم للويندوز او الويندوز بتاع انتل فضل محتفظ وماسك في زباينه نتيجة الكومباتيبيليتي بتاعت البرامج القديمة والعالية، وان كل البرامج الجديدة كمان والالعاب بتشتغل عليه. نحاول بقى نتوقع يا ترى البروسيسور ده هينجح. للأسف وقبل ما نتكلم عن أي منافسة سوقية، نجاح مشروع ال RTX Spark للأسف معتمد على الشركتين انفيديا ومايكروسوفت. اعتقد ان انفيديا هتلعب الدور اللي عليها، او يعني ما عندهاش مشاكل في انها تلعب الدور اللي عليها. هتدعم الذكاء الاصطناعي، وخاصة ان في نسخة من ال RTX اسمها DGX وكنا اتكلمنا عليها في فيديو سابق، موجهة فقط للذكاء الاصطناعي، وبالتالي انفيديا هتعرف تخلق زبون ذكاء اصطناعي محتاج لابتوب او حاسب شخصي. كمان بالنسبه لجزئيه الالعاب، هي اثبتت مع النينتندو في النينتندو سويتش 2 بانها ممكن تعمل جهاز بيستهلك طاقه قليله ويقدر يشغل تريبل اي جيمز زي سايبر بانك، وبرده كنا اتكلمنا عنها في فيديوهات او فيديو قديم بعنوان ازاي بيشغلوا العاب قويه على هاردوير ضعيف. فانفيديا من ناحيتها التسويقيه وكمان السعه الانتاجيه انا واثق انها هتنجح في الدور بتاعها. نيجي بقى لمايكروسوفت. رغم ان انفيديا هي اللي هندست هذا المعالج وكمان البلاتفورم الجديد ككل بتاع ويندوز ارم، لابتوب ببطاريه تستحمل يوم كامل، لوكال اي اي وفيديو جيمز، الا انها المصنع لهذه النقله النوعيه فقط، يعني 50%، والنقله عمرها ما هتكمل غير بال50% التانيين، ودي في ايد مايكروسوفت. علشان نفهم صعوبة التحدي الحقيقي خلونا نتكلم شوية عن الويندوز. الويندوز كنظام ورغم كيد المعتدين لازال هو النظام الأكثر شعبية في العالم كله للاستخدام الشخصي، ورغم يعني ان مفيش إحصائيات دقيقة لعدد المستخدمين، لأن زي ما انتم عارفين طبعا في نسخ ويندوز أصلية وفي نسخ ويندوز مسروقة، إلا أننا حتى الآن بنتكلم بالميت فوق 90% من عدد مستخدمين الكمبيوتر على كوكب الأرض. يعني كل الابل وكل اللينكس بيلعبوا في 10% بس، بالرغم من ان الرقم هائل، الا ان الويندوز بيعاني من نزيف مستخدمين كبير، وده بسبب عدة عوامل من اهمها تقليص الحريات على المستخدمين من مايكروسوفت، توجه محبين الامان والسيكيورتي لانظمة تانية، منافسة شرسة من ابل، وتطور ملحوظ في اليوزر اكسبيرينس على أنظمة لينكس، ودخول ستيم في عالم ألعاب اللينكس من خلال نظام الستيم او اس الطبيعي المبني على لينكس، واحتوائه على محاكي اسمه بروتون أسسته شركة فالف بيشغل كتير من ألعاب ويندوز على اللينكس. كل ده أدى إلى أن قاعدة مستخدمين اللينكس بيزد سيستمز توصل حوالي 5%. واحد هنا يقول لك 5% بس ده رقم قليل. لا يا باشا، ما بنبصش للرقم، بنبص للترند، او يعني اللي هو الرقم بيزيد ازاي. فيكفيني ان انا اقول لك ان الرقم وصل لل5% دولت في خلال اخر 3 أو 4 سنين بس. يعني لينكس كان بيلعب طول عمره في نص في المية، هوب في خلال سنة بقى 1%، 2%، 3%، 5%. والخطر ده مايكروسوفت عارفه بيه وعارفه بيه كويس جدا. طيب يبقى انا كده على رؤيتكم ليا انا شايف ان مايكروسوفت مش هتنجح، او يعني انا ليه شايف ان مايكروسوفت ممكن ما تنجحش؟ الحقيقه لعده عوامل. اول حاجه انها شايله تقيله قوي من الماضي. اي قرار الشركه هتاخده تجاه تغيير معماريه البروسيسور هتؤثر مباشره وفورا على مستخدمين الويندوز الحاليين، سواء زباين سواء مطورين على حد سواء. يعني لو نزلت اشتريت جهاز ويندوز ارم بكره ممكن تلاقي برامج او العاب انت شاريها بفلوس مش شغاله عادي. ومش دي بس الكارثه، في سيفد فايلز وبروجكتس ومشاريع شغاله كلها مش هتشتغل. لو قارنا مايكروسوفت بابل، في حاله ابل الكلام مختلف، النظام صغير بحجم مستخدمين صغير ممكن الشركه تعرف تدير الموضوع، انما بحجم المستخدمين والمطورين اللي على ويندوز صعب قوي عمل النقله بدون ما حد يتضرر. تاني حاجه بعد الشيله
المشكله التقيله هي ان ابو بالين كذاب وابو 3 منافق. الحل اللي قدمته مايكروسوفت لما نزلت الكوبايلوت بلس بي سي علشان ما تضرش حد من الطرفين هي انها تفضل تدعم نظامين الويندوز انتل والويندوز ارم. والحقيقه ان ده شيء مكلف جدا جدا جدا، والحقيقه ان استمرار مايكروسوفت في دعم النظام القديم ده شجع المستخدمين والمطورين اصلا ان هم يفضلوا عليه وما ينقلوش على النظام الجديد، وبالتالي خلى النظام الجديد يفضل فقير اكتر واكتر بالبرامج والالعاب. يعني النظام الجديد لا منه شغال على كمبيوترات زي ابل في المتانه، ولا منه امان، ولا منه لينوكس في المرونه، ولا منه الويندوز القديم في دعم اكبر عدد من البرامج والالعاب. بل بالعكس، ده في نوعيه كامله من البرامج مش موجوده عليه، زي برامج كتير من الديزاين، برامج الديزاين والكات كام. وبالتالي معظم الناس اتعاملت معاه بشكل غير جدي، ويا اما كملوا على الويندوز القديم يا اما سابوا الايكو سيستم بتاع ويندوز اصلا. من اهم اسباب احتماليه الفشل هي ان مايكروسوفت مصره تصنع اجهزه. الاجهزه لما بتنتج بماس برودكشن وتنزل السوق وما تنجحش ده بيخسر الشركه جامد. وهنا مايكروسوفت عندها اللابتوب اتقلب ارم بالكامل، وده صح لو عايز تدعم التكنولوجيا الجديده. بس هتعمل ايه لو الناس فضلت عاوزه اجهزه على نظام ويندوز القديم؟ هتخسر فلوس كتير قوي اللي انت صنعت بيها الجديد. واحد هنا هيقول لك انا جبت الحل، ومايكروسوفت تعمل زي ابل وتوقف الدعم عن ويندوز القديم وتركز في الجديد. هقول لك بصرف النظر عن الحته اللي اتكلمنا فيها دلوقتي ان هم هيضربوا المستخدمين والمطورين، هو في الحقيقه ان مايكروسوفت كده اصلا هتضرب نفسها، لان هم بقالهم كتير بيأسسوا لنظام او ايكو سيستم الاكس بوكس، وان اي كمبيوتر في المستقبل هيكون اكس بوكس، واي اكس بوكس هيبقى بي سي، وده علشان يقدروا يكسبوا منافسه البي سي جيمنج من فالف وستيم. فلو قلبوا ويندوز مره واحده على الار كل العاب اكس بوكس مش هتشتغل. دي كده خلاصه شويه تحديات هتقابلها مايكروسوفت، ومن ثم البروسيسور الجديد الار تي اكس سبارك. ولو سالتني بقى عن رايي الشخصي ازاي مايكروسوفت ممكن تنجح، هضطر ان انا ارد عليك واقول راي واحد غلبان غير ملم بدواخل الشركه، ولكن يعني كلاينت من مصر هيقول رايه. اول حاجه ايقاف موضوع الاثنين ويندوز فورا، وتوجيه الريسورسز اللي عند الشركه اللي بتعمل ديفلوبينج في الويندوز اكس 86 لان هم يعملوا ايميليتور جوه الويندوز ارم يكون ما جاش ولا هيجي زيه، قادر على تشغيل كل البرامج الويندوز اكس 86 على الار. يعملوها بقى ازاي؟ معرفش. تاني حاجه توفير تيسيرات كبيره للمطورين لدعمهم ان هم يعملوا بورتس او تحويلات اصيله من برامجهم والعابهم علشان تدعم ويندوز ار. وانا شخصيا اعتقد ان عمليه البورتس او التحويلات اليومين دول هتكون اسهل من زمان، لان الاكواد البرمجيه الطويله ما بقتش محتاجه عدد الموظفين الكبير، لان الاي اي بقى يقدر يساعد فيها، خاصه لو هو كود سيستماتيك كده. ثالث حاجه العمل جنبا الى جنب مع مطورين الالعاب لتوفير نسخ للارم من العاب الاكس بوكس وتنزل بشكل مجاني لمقتنيين اللعبه على البلاتفورم القديم او على الاكس 86. رابع حاجه توفير العاب تريبل اي حقيقيه داخل اشتراكات الاكس بوكس جيم باس عبر كل اجهزه مايكروسوفت وويندوز القديمه والجديده. اخر حاجه لو هيفضل مصر على تصنيع اجهزه الكمبيوتر واللابتوب يبقى لازم يبتدي على الاقل في البدايات ان هو ينزل اجهزه بجوده عاليه جدا وتكون ارخص من ابل، يعني تكون بنفس مواصفات الماك بوك ولكن تكون ارخص من ابل بكتير علشان تشجع الناس انها تشتري. والاستراتيجي دي مش جديده، كل شركات الكونسول العاديه يعني مش الستيم ديك والموبايل وكده بيبيعوا الكونسول تقريبا بتكلفته او ارخص من ثمنه علشان يشجعوا الناس ينطوا على الايكو سيستم، وبعد كده لما الايكو سيستم يتحرك ممكن يبتدوا يرجعوا الاسعار. طبعا ده رايي انا الشخصي بدون اي انسايتس جوه الشركه، وممكن يكون ان هو يصعب تنفيذه. بس انا لو كمستهلك ولو انا كمان عايش في مدينه الاحلام هكون منتظر ان مايكروسوفت تعرض عليا ده علشان اتشجع ان انا اشجعها واتحمل البين في تغيير الايكو سيستم. تفتكروا انتوا بقى بما ان خلاص العالم بتاعنا ما فيهوش يوتوبيا، هل مايكروسوفت فعلا ممكن تعمل كده؟ زي ما وعدتكم اني قبل ما اقفل الفيديو هقول لكم كلام بخصوص الموضوع ممكن يكون محدش اثاره قبل كده على اليوتيوب، بس انا رايي انك انت
لازم تاخد بالك منه، وعلشان كده انا خدت وقتي واتاخرت في ان انا انزل الفيديو. ما تنساش بس لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي كومنت ايه اللي عجبك في الفيديو وايه اللي ما عجبكش، علشان ده هيساعدني كتير جدا ان انا اطور المحتوى. ندخل على اول حاجه. في نقطه لازم تاخد بالك منها، وهي ان ال RTX Spark قادر على عمل العمليات الحسابيه العشريه من نوعيه FP4، واللي بدون يعني رغي كتير تعتبر عمليات قليلة الدقة شوية، لكن انفيديا عرفت تسرعها جدا وتستثمرها في الهاردوير بتاعتها، يعني بتشتغل جوه الهاردوير بتاع انفيديا طلقة. بس استخدامها هي فقط نتيجته ان ممكن استخدام بعض انظمة الذكاء الاصطناعي يطلع لك نواتج او اوتبوت دقته اقل شوية من النموذج اللي بيرن على سيرفر كبير، واللي ساعتها بتكون بتعمل عمليات من نوعية FP16 او يعني 16 بت بدل 4 بت. بس بالتالي الذاكرة هتحتاج تتضرب في 4، وده مش ممكن على كمبيوتر صغير. لذلك لازم التنويه ان هو ليه اخر في جودة انظمة الاي اي اللي هتشتغل عليه محلي، ده على الاقل حتى الان. نيجي بقى على نقطة يعني الناس كتير ممكن تبقى بتتساءل فيها، وهي يا ترى ايه الفرق بين لابتوب شغال بالمعالج ال RTX Spark والسوبر كمبيوتر اللي بحجم كف الايد اللي انفيديا كانت لسه منزلاه اللي هو ال DGX Spark؟ مبدئيا الاثنين ليهم هاردوير متشابه جدا جدا، الاثنين عليهم الجريس CPU وذاكرة موحدة توصل ل 128 جيجا DDR5، وكمان بيقدروا يعملوا 1 بيتا فلوبس من العمليات العشرية FP4، وبالتالي تقريبا هما الاثنين يقدروا يشغلوا نفس الموديلز، ولكن كل واحد فيهم واخد طابع وتوجه مختلف، والشركة مدياله الادوات اللي يعرف يحقق بيها ده. ال DGX Spark نازل يكون ورك ستيشن او always on desktop، تقدر تستخدمه ككمبيوتر وتقدر تستخدمه كسيرفر، وبالتالي مديك امكانيه انك انت توصل 2 DGX ببعض فتزود الاداء بتاعه للضعف، والفيتشر دي مش موجوده في المعالج بتاع ال RTX Spark. كمان ال DGX Spark عشان معروف ان هو مش لابتوب يقدر يشد باور اعلى نسبيا، فيعني يقدر يحسن الاداء سيكا في البروسيسنج. واخيرا طبعا ان هو كسيرفر نظام تشغيله مبني على لينكس، مش ينفع يشغل الويندوز. ال RTX Spark بقى ما فيهوش كل ده، الباور اوبتمايزد جدا علشان هو هيرن جوه لابتوب، ومهتمين ان البطاريه تقعد معانا مده طويله، وكمان هيستخدم ككمبيوتر شخصي، فمش محتاجين ال 24/7 اون تايم. بس الناحيه الثانيه ادوله ميزه مش موجوده في ال DGX Spark، وهو ان هو يقدر يشغل العاب، وحاطين فيه معظم تقنيات الجي فورس زي ال DLSS4 والفريم جنريشن، ودول مش موجودين في ال DGX Spark. على ذكر الجي فورس بقى، يا ترى مين اقوى، ال RTX Spark تشيب ولا ديسكتوب تقليدي بقى بالانتل ال x86 وعليه 3 كروت مثلا جي فورس RTX 5090؟ الحقيقه الاجابه ما فيهاش اي مفاجاه، اكيد الكمبيوتر ابو 3 جي فورس RTX 5090 هيكون اسرع، زي ما قلنا في الفيديو برضو بتاع ال DGX Spark، بل هو هيكون اسرع بكتير في التوكن جنريشن، او ان هو الاي اي يعني يرد عليك بسرعه، ولكن هيحصل له سفوكيشن او هيتخنق، انك مش هتعرف تحمل فيه اصلا نماذج او LLMs ب 128 جيجا، فهو سريع جدا 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 لو اشتغل. انما موضوع الذاكره الموحده اللي جوه الاركيتكتشر ده ضربه في مقتل، خاصة ان مفيش اي تكنولوجي تخلي الميموريز بتوع كروت الشاشة لو انت مركب 3 كروت شاشة جنب بعض ان هي تتجمع على بعض. ده غير طبعا ان احنا لسه ما شفناش عدد الكورز والاركيتكتشر بتاع ال RTX Spark اللي محطوط في ال DGX Workstation ابو 768 جيجا ذاكرة موحدة، ده هيكون عامل ازاي؟ كده احنا وصلنا للكونكلوجن. وعموما يعني الجي فورس RTX 5090 محتاج لبروسيسور x86، ويوم عن يوم نظام ال x86 بيثبت انه لازم يسلم الراية حتة من موضوع استهلاك الطاقة، وحتة من موضوع انه عنده مخزن للذاكرة للسي بي يو لوحده، ومخزن للذاكرة للجي بي يو لوحده. هي اصلا اسعار الذاكرة بتغلى يوم عن يوم، ولسه كمان يوم عن يوم هيظهر عيوب اكتر هتبان. دوت كان فيديو مفصل عن المعالج الجديد نيفيديا RTX Spark، اهم بروسيسور تم الاعلان عنه السنة دي، واللي منوط بيه
يغير مسار الكمبيوتر تماما. اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات، هل هو فعلا هيعرف يغير مسار الكمبيوتر الشخصي؟ وهل اصلا لو قدر يغير انتوا حابين التغيير اللي هو هيغيره ولا لا؟ مستني بقى آرائكم العميقة تحت في الكومنتات، واشوفكم في حلقات جديدة على خير. سلام.